السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ اخباركم ايه؟ في ناس كتير بيواجهها مشكلة اللي هي الباسورد بتاع الدي في ار، عاوز يعرف الباسورد القديم او يمسح الباسورد القديم ويطلب منه تسجيل دخول باسورد جديد. انا هخليك تدخل على باسورد جديد اكنك لسه فاتح الجهاز جديد حالا وموصله جديد. هتعمل تجيب حتة سلك صغيرة وهتوصل بيها الخرمين دول في بعض. اولا هتشيل فيشة من قبلها وهتوصل الخرمين دول في بعض، بعد كده تحط الفيشة بتاع جهاز الدي في ار والتنيك حاطط ايدك لحد ما الشاشة تفتح معاك. ما تشيلش ايدك، لو شلت ايدك هترجع تعيد تاني من اول وجديد. وخلي بالك مش اي خرمين بتحط فيهم حتة دبوس او حتة السلك اللي هتعمل بيهم القفلة دي. واول ما انت الجهاز هيفتح معاك وهيشتغل على الشاشة هيطلب منك الباسورد جديد، تدخل باسورد جديد. فهتروح تدخل باسورد جديد وهتعمل تسجيل دخول عادي اكنك لسه الجهاز ده جديد، اكنه لسه زيرو، وهيتعمل له سوفت جديد اصلا. والطريقة دي مضمونة وفعالة وانا بجربها بنفسي، وبعد محاولات كتير قدرت اوصل للتجربة دي. انا جربت اول مرة كده وما نفعتش، وجربت تاني واشتغلت تمام. وهتشوف في اخر الفيديو طلب مني باسورد ازاي. كده خلاص قربت انها تشتغل. بص على الشاشة، هتبص هتلاقي ان الشاشة خلاص قالت. دلوقتي ادي الباسورد اللي هو طلب مني، اكن الجهاز لسه جديد وطالع من كرتونته وشغال حاله. منسوش تعملوا اشتراك وتصلوا على النبي في الكومنت وتعملوا